ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بعباده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. شوفوا يا جماعة، اللي احنا شايفينه ده مش طبيعي ومش مقبول وما ينفعش يعدي كده وخلاص. الموضوع مش هزار ومش لقطة عابرة نعديها ونقول عادي، لأ، ده وضع خطير، ولازم كل واحد فينا يقف مع نفسه شوية ويفهم احنا رايحين على فين بالمنظر ده. احنا بنتكلم على صلاة عيد، يعني مناسبة دينية كبيرة، يوم المفروض فيه احترام وخشوع والتزام بالأدب وبالآداب الشرعية اللي كلنا تربينا عليها من وإحنا صغيرين. نيجي فجأة نلاقي المنظر ده بالشكل ده، راجل واقف جنب ست كتف في كتف في صلاة جماعة وفي مناسبة دينية كبيرة زي دي. طب ده يتقال عليه ايه؟ ده يتفهم ازاي؟ ده يتبرر بايه؟ انا مش هطول على حضرتك المقدمة، تعال نسمع الاول الفيديو اللي معايا واستناني بقى بعد نهاية الفيديو بالله عليك، علشان عندنا كلام كتير في المناظر اللي احنا شايفينها ده. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير. وبالله عليك لايك للفيديو علشان يوصل لغيرك وغيرك يقول رأيه في اللي هو شايفه ده. اسمع معايا الفيديو ده واستناني بعد نهاية الفيديو. والحمد لله بتوفيق من الله استطعنا باش ننظموا هذا المصلى في هذه الاجواء الروحانيه، والفضل كيرجع اساسا الى جميع الجهات المختصه من سلطات محليه واعوان سلطه والمقاطعه، والحمد لله اللي وفروا لنا جميع الاليات الضروريه لتنظيم هذا المصلى باش تكون في هذه احلى حله. الحمد لله كما ترون عيد الفطر تيعرف واحد التوافد ديال المصلين بواحد الصفه زعما ما تتصورش، والحضور كيبان ان هذا المصلى تعتبر من اكبر المصليات اللي كاينه في السنه، وكيتوافدوا لها جميع المصلين ديال النواحي ديال هذه المنطقه. الحمد لله اجواء فيها السلامه ديال جميع المواطنين وجميع المسلمين اللي ادوا هذه الشعيره في واحد الجو رائع، وكنتمنوا للجميع الحظ يدعيوا لنا بهذه المناسبه ويوفقنا دائما باش نسيروا هذا المصلى ونجعلوها دائما من المصليات اللي كترقى لحسن الظن ديال جميع المصلين. الحمد لله راه الامور غادا مزيانه في اللجنه التنظيميه وكنبغي نشكر السلطه المحليه واللي وقفات معنا والشباب اللي معنا ديما مده 3 ايام وحنا خدامين الحمد لله. تقريبا كل عام كتزاد الحمد لله. راه العام اللي فات وصلت 60,000 مصلي اللي وصلات، وهذا العام ان شاء الله تكون كثر، والامور راه غادا مزيانه اللهم لك الحمد.
زي ما قلت لك في مقدمة الحلقة، مش طبيعي ومش مقبول وما ينفعش يعدي كده وخلاص. الموضوع ما بقاش هزار يا جماعة، ولا لقطة على السوشيال ميديا نقول دي لقطة عادية وخلاص. لأ، الوضع خطير، خطير بجد. لازم كل واحد فينا يقف مع نفسه شوية ويفهم ويفكر، احنا بالمناظر دي رايحين على فين؟ بالمنظر ده احنا بنتكلم عن صلاة عيد، بنتكلم عن مناسبة دينية، بنتكلم عن يوم جميل، يوم المفروض فيه احترام وخشوع والتزام بالآداب الشرعية والدينية اللي كلنا اتربينا عليها من وإحنا لسه عيال صغيرة. نيجي فجأة نلاقي المنظر بالشكل اللي احنا شفناه ده، راجل واقف جنب الست عادي جدا، الكتف في الكتف عادي جدا، في صلاة جماعة، في مناسبة دينية كبيرة زي دي. طب ده يتقال عليه ايه يا جماعة؟ ده يتفهم ازاي؟ ده يتبرر بايه؟ حضرات الكلام ده مش اختلاف آراء ولا حرية شخصية زي البعض بيحب يهرب من الحقيقة. لأ، ده موضوع واضح وصريح، موضوع فيه حدود، فيه قواعد، فيه نظام للصلاة كلنا عارفينها، محدش يقدر ينكر. من امتى بقينا نشوف الحاجات دي ونسكت عليها؟ من امتى بقى عادي عندنا ان الراجل والستات يقفوا بالشكل ده في صلاة جماعة، كأن مفيش اي ضوابط ولا احترام لقدسية المكان ولا للحدث الديني؟ حضرات، انا مش بتكلم علشان اهاجم حد بعينه ولا علشان اعمل شو خلاص، لا، انا بتكلم علشان اللي احنا شايفينه ده لو سكتنا عليه النهاردة هيبقى عادي بكرة وبعده، وهيبقى هو ده الطبيعي، واللي يعترض هو بقى اللي يبقى غريب، وساعتها هنكون احنا اللي ساهمنا في تغيير حاجة من اهم الحاجات في ديننا وسلوكنا. فين الناس الكبيرة في المكان؟ فين المسؤولين عن تنظيم هذا الصلاة؟ فين اللي المفروض يوجه وينبه ويقول لا يا جماعة كده غلط، مش كده الصلاة ليها نظام معروف، صفوف رجالة قدام وصفوف ستات ورا، أو الستات منعزلين عن بعض. الموضوع بسيط، مش محتاج جدال ولا فلسفة زيادة عن اللزوم. ليه بقى بقينا بنشوف تجاهل غريب بالشكل ده؟ ليه مفيش حد بيقوم بدوره الطبيعي في تنظيم حاجة وذكرى واعتكاف زي ده؟ الموضوع مش بس منظر، لا، الموضوع يا جماعة بقى فيه استهانة كبيرة بحاجات أساسية المفروض تبقى واضحة ومفهومة لكل واحد فينا. لما الطفل الصغير يشوف المنظر ده هيفهم ايه؟ هيتعلم ايه؟ هينشأ على ايه؟ لما يبقى ده المشهد الطبيعي قدامه في يوم عيد وفي صلاة جماعة، أكيد هيبقى عنده لخبطة ومش هيبقى فاهم الصح من الغلط. اللي بيحصل ده يا جماعة نتيجة تراكمات، نتيجة إننا بقينا بنسكت على حاجات كتير ونقول دي بسيطة مش مستاهلة لحد. بقينا قدام مشاهد زي دي ونستغرب ونغضب، بس الحقيقة إن السكوت قبل كده هو اللي وصلنا لده. النهاردة لازم يبقى فيه وقفة، لازم يبقى فيه كلام واضح وصريح من غير لف ولا دوران. اللي حصل غلط ما ينفعش يتكرر. احنا مش ضد حد ولا بنقفل على حد ولا بنحجر على حد، احنا بنتكلم عن نظام واضح وصريح للصلاة، عن احترام مكان ووقت ليه قدسية كبيرة جدا، مش اي حاجة تتجمع عادي علشان نقول كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لأ، دي صلاة جماعة في عيد، يعني المفروض تبقى صورة جميلة ومنظمة تعكس احترامنا للدين وللمكان وللمناسبة. أنا بقول الكلام ده بنبرة غضب، وغضب مشروع كمان، لأن اللي بيشوف المنظر ده طبيعي يتضايق، طبيعي يحس إن في حاجة غلط، طبيعي يسأل هو إحنا بقينا فين وبنعمل إيه في نفسنا. لازم كل واحد فينا يبقى عنده غيرة على أهل بيته،
لازم يبقى عنده غيرة على الحاجات دي، مش غيرة متشددة ولا مبالغ فيها، لكن غيرة طبيعية تحافظ على الحد الأدنى من الالتزام. اللي حصل لازم يتراجع، ولازم اللي كان موجود هناك يفهم إن ده مش صح. واللي بينظم أي فاعلية أو صلاة جماعة لازم يتحمل مسؤولية في إنه يمنع الحاجات دي من الأساس، مش يستنى لما تحصل مصيبة وبعدين نقعد نتكلم ونهاجم ونلوم بعض بعد فوات الأوان. احنا محتاجين نرجع نبص للحاجات دي بجدية أكتر، محتاجين نفهم إن في خطوط ما ينفعش تتعدى، وما ينفعش كل حاجة تبقى قابلة للنقاش أو التبرير. في حاجات واضحة زي الشمس، حاجات مش محتاجة اجتهاد ولا تأويل. الكلام ده يا حضرات مش معناه إننا بنهاجم المجتمع كله، لأ، أو بنقول إن كل الناس كده، لأ. أكيد في ناس كتير ملتزمة وواعية وبتحافظ على الشكل الصحيح، لكن برضو وجود حالات زي دي لازم يتواجه وما ينفعش يتسكت عليه، لأن السكوت هو اللي بيخلي الغلط يكبر وينتشر. النهاردة لازم يبقى فيه توعية، لازم يبقى فيه كلام من المساجد ومن الناس اللي ليها تأثير في البيوت، لازم يبقى فيه توجيه واضح إن اللي حصل ده مرفوض وما ينفعش يتكرر تاني، مش علشان نجلد حد ولا نفضح حد، لكن علشان نصحح المسار ونرجع للأصل الطبيعي. أنا عارف إن في ناس هتقول سيبوا الناس في حالها وكل واحد حر. لا يا جماعة، مش كل حاجة حرية. لما الموضوع يبقى في نظام عام وفي صلاة جماعة وفي آداب واضحة يبقى لازم نحترمها، مش نكسرها تحت مسمى الحرية. الحرية مش في كل حاجة. أنا بقول له كل واحد شاف المنظر ده واتضايق ما تسكتش، خليك إيجابي واعمل لايك وشير الفيديو علشان يوصل لغيرك. اتكلم بس بعقل وبهدوء من غير تجريح، لكن واضح إن ده غلط ولازم يتصلح. واللي كان موجود وشارك في المشهد ده راجع نفسك وشوف الصح فين، حاول تكون جزء من التصحيح مش الاستمرار في الغلط. احنا لسه عندنا فرصة نصحح، لسه عندنا وعي يخلينا نرجع للشكل الصحيح، بس ده محتاج اننا نبقى ناس صريحة مع نفسنا ونقول الحقيقة من غير ما نخاف او نجامل، لان المجاملة في الحاجات دي بتدمر اكتر ما بتصلح. ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا ويرجعنا دايما للصح ويخلينا نحافظ على القيم اللي احنا تربينا عليها واللي المفروض تفضل ثابتة مهما الدنيا اتغيرت حوالينا. مهما الدنيا اتغيرت حوالينا ربنا يخلينا دايما واقفين عند حدودنا وعارفين الصح من الغلط، مش بنجري ورا اي حاجة غريبة علينا لمجرد انها بقت منتشرة او بقت موضة او بقت بتتقال انها حرية. مش لان مش كل حاجة اسمها حرية، مش كل حاجة اسمها حرية تبقى صح، مش كل حاجة الناس بتعملها نبقى احنا كمان نعملها وخلاص من غير ما نفكر ولا نحاسب نفسنا ولا نرجع لضميرنا اللي المفروض يفضل صاحي طول الوقت، مش نايم ومش ساكت في الغلط. احنا محتاجين نرجع نراجع نفسنا في كل حاجة صغيرة قبل الكبيرة. محتاجين نرجع نفهم يعني ايه احترام مكان زي مكان الصلاة، يعني ايه احترام وقت زي وقت الصلاة، يعني ايه اصلا صلاة جماعة اللي المفروض تبقى فيها نظام وترتيب والتزام، مش عشوائية ومش فوضى، ومش كل واحد يعمل اللي على مزاجه ويقول اصلا انا حر. لا يا جماعة، في فرق كبير، في فرق كبير بين الحرية وبين التسيب. اللي حصل ده اسمه تسيب واضح وصريح وما ينفعش يتبرر بأي شكل من الأشكال. اللي بيحزن أكتر إن في ناس بتشوف المنظر ده وممكن تضحك أو تعدي الموضوع أو حتى تدافع عنه، وده أخطر بكتير من الفعل نفسه، لأن الدفاع عن الغلط بيخليه يكبر ويمشي ويتكرر لحد ما يبقى طبيعي. ساعتها يبقى الرجوع أصعب بكتير، لأن الناس بتكون اتعودت عليه وبقى جزء من الواقع
وده اللي لازم نمنعه من دلوقتي. لازم كل واحد فينا يبقى عنده شجاعة إن يقول ده غلط، حتى لو الناس حواليه ساكتة أو بتبرر. إحنا مش بنطلب المستحيل ولا بنشدد على حد زيادة عن اللزوم. إحنا بنطلب أبسط حاجة، وهي إن كل واحد يحترم النظام العام، ويحترم المكان اللي هو فيه، ويحترم الناس اللي حواليه، ويحترم نفسه قبل أي حاجة. لأن اللي بيحصل ده في النهاية بيرجع على صورة المجتمع كله، مش على شخص واحد بس. لما الصورة تبقى مشوهة كلنا بنتأثر بيها، وكلنا بندفع ثمنها. بكده أكون وصلت لنهاية الحلقة. فلو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، بالله عليك شير الفيديو، وكل سنة وانتوا طيبين، وسيب لنا كلمة طيبة في الكومنتات على كل كلمة سمعتها مني. ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لوالدي بالشفاء العاجل. شكرا لكم لطيب المتابعة وحسن الاستماع، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.